يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم أحلى وألذ مسقعة ممكن تذوقونها وعلى طريقتي. نشوف الطريقة مع بعض. حطيت البصل عندي في القدر وفلفل الأخضر وتركتهم لغاية ما بدأ يذبلون. بعد كده نزلت عليهم اللحمة المفرومة وحركها مضبوط واتركها تتسبك في المكونات، واضيف لها خليط الطماطم والثوم والفلفل الأحمر الحار حسب الرغبة ومعجون الطماطم وتشكيلة من البهارات، وأكيد ما ننسى الملح، وحطيت شوية موية واتركهم يطبخون لغاية ما يستوي عندي اللحمة. آخر شيء أضيف لها الكزبرة وأضيف لها دبس الرمان، هذا اختياري طبعا، أو فيكم تضيفون التمر هندي، تعطي الوصفة طعم ثاني، تعطيها طعم خيالي. حمست عندي كمية من البطاطس والباذنجان، وبعد كذا أضفتها للمكونات اللي عندي بس تتسبك وتتغلغل وتاخذ من المكونات من الوصفة. بعد كذا أضفتها على الصينية البايركس اللي عندي اللي بدخلها الفرن، وأضفت لهم الجبن الموتزاريلا ودخلتها الفرن وصار عندي جاهز، وهني وعافية.